باشمهندس كيف في مصر كان مجرد تكهنات او شركات خاصه قايمه بيه، ولا مجرد افراد؟ مش موضوع تكهنات، هو كان رسوم، مهندسين بيرسموا رسمه للمكان، هو شكله ايه، مبنى كذا، بيعملوا حواليه الزراعات بتاعته. كان بيعمل في اكترية المواقع ان احنا اكترية المواقع مبقاش فيه جدول، او مبقاش فيه الالتزام بالجدول زي ما يكون. يعني مهندس حتى لو عنده خبره اداريا مش قوي، يعني لازم يكون قوي. يعني المشكله اللي حضرتك هو بتواجهها مش موضوع قوي، هو الموضوع ان انا اعمل جدول تمام. وابتدي امشي عليه خطوه خطوه، يعني كل حاجه امشي بيها. نقط كتيره جدا لازم تحط في الاعتبار وانت بتحاول تدرسها. الاستدامه طبعا هي كفكره فكره رائعه. كمناخ جميله جدا، وطبعا احنا شغالين فيها والدنيا وكله شغال فيها، والدول العربيه شغاله فيها. وبدا الاتجاه يبقى ليها. لكن احنا بنتكلم دلوقتي، لو احنا هنتكلم في انها كناحيه اقتصاديه هيبقى فيها